كان عندنا استفتاء قبل أسبوعين أو 3. كنا طبعا طرحنا استفتاء، وكانت النتيجة هي أن السيد محمد جعفر هو أفضل حارس مرمى في الفترة الحالية في مسابقة الدوري. خروجنا على الهواء مباشرة لا يعني طبعا خروج السيد محمد جعفر قبل مسابقة كأس الخليج أو عدم استدعائه. كان هناك ترتيب مسبق لظهور السيد محمد جعفر في برنامج بلنتي، وهو يعلم بذلك قبل إعلان المنتخب الوطني لمشاركته في مسابقة كأس الخليج. لكن الجمهور العاشق لنا اللي السيد محمد جعفر طرح هذا السؤال، وإحنا من واجبنا أن نطرح السؤال للسيد محمد جعفر، ومن حق السيد محمد جعفر أن يجاوب على هذا السؤال. السيد محمد جعفر يتألق بشكل لافت، ولكن لا يشارك في تشكيلة المنتخب الوطني. تفضل. في البداية أحب أنوه على أن عدم اختياري ممكن في البعض يفسر أن عندي مشكلة مع المدرب، ممكن بعض يفسر أن أنا فارض أن أنا أكون الحارس الأساسي. فالشغلة اللي حاب أن أنا أنوه لها أن مسألة أن اللاعب يكون أساسي هو قرار فني بحت، وأنا كلاعب ليس لي الحق أن أنا أفرض رأيي أو أن أنا أكلم المدرب أو أن أقول له خلني كحارس أساسي. فما عندي أي مشكلة، بالعكس يعني أن حالي حال أي لاعب، وجهة النظر تختلف طبعا من مدرب لمدرب، وهذه ما هي مش المرة الأولى أن أنا ما أكون موجود فيها مع المنتخب. فقرار فني بالنسبة للمدرب أن أنا ما أكون موجود، فإذا هو مسؤول عن هاي قراره، وأنا أحترم جميع القرارات الفنية. أوكي، في هناك بعض الأمور الجانبية اللي صار فيها سوء فهم، لكن ما تعني أنها هي مشكلة. في الأخير أن مثل ما قلت قرار فني، وأنا مستحيل أعترض على أي قرار فني، وما عندي التصريح أو التخويل أو الحق أن أنا أفرض نفسي على المدرب. فهو صاحب النظرة الفنية، هو صاحب القرار، وفي الأخير هو من يقود المنتخب. وحاليا احنا في وقت محتاجين ان ندعم الأحمر البحريني، ولو اني شخصيا تمنيت ان انا اكون قلبا وقالبا، ولكن سوف اكون قلبا هالمرة مع الأحمر البحريني في خليج 23 في الكويت، بغض النظر عن أي أمور ثانية وأي أمور جانبية، أي أمور أخرى. نتمنى كل التوفيق للأحمر البحريني. الأحمر البحريني يمثلنا كلنا، سواء كنا موجودين مع الوفد أو ما كنا موجودين. نتمنى لهم كل التوفيق، ونتمنى أن منتخبنا يحقق نتيجة إيجابية في هذه البطولة، وبطولة غالية بالنسبة لنا. فدعمنا ووقفتنا مع المنتخب مطلوبة، خصوصا أن الفترة جدا قصيرة، ما باقي يعني فترة جدا قصيرة، تقريبا فيما يقارب 10 إلى 11 يوم. فوقفتنا ودعواتنا للأحمر البحريني التوفيق. هذا الشيء مو غريب عليك سيد، وحبينا أن توجه كلمة للاعبين المنتخب عبر حساب بلنتي وتدعمهم فيها، وتوجه كلمة للزملائك اللاعبين في المنتخب. كان عندي لقاء اليوم مع مجموعة من اللاعبين، وبالعكس يعني أن صريت عليهم وعطيتهم بعض التوجيهات اللي أحسها أنه ممكن تفيدهم كلاعبين، وواجبي كزميل لهم إن أنا أنصحهم وأعطيهم أي دفعات معنوية ودفعات تشجيعية، لأنهم راح يمثلوننا في الأخير. فأتمنى منهم أنهم يبذلون مجهودهم وما يبخلون على بلادهم بأي ولو شيء بسيط. نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. ما في شك أن السيد رهن الإشارة بلا أدنى شك للمشاركة مع المنتخب. بلا أدنى شك، هاي منتخب بلد، فأي وقت راح يستدعى سيد محمد راح يكون رهن الإشارة. فما عندنا أي مشكلة وأي تردد. هاي منتخبنا، وإحنا حاضرين للخدمة في جميع